خلاص كافي بكي، شنو اسمك؟ خالد اسمي بنت الساقة طيري طيري. واسمنا عالشيرة نقعد انطش، احنا جاي ذكرنا من الطفولة هنا مو؟ شنو تهمتك؟ خالد انا امي الاربع جهال ويوميا اكذب عليهم. انا تهمتي اني انا كذابة. اي والله وبشو مكذبة؟ خالد عندي ابن الكبير هذا كان من عمره 5 سنوات لحد ما صار عمره 25 سنة يوميا اكذب عليه واقول له يما فتوى هالوجه هذا يما الف وحده يتمناك. وجهها كأنه كانت وجهها بالطول. وبعد على مكذبة؟ بنتي الثانية مطارة، هاي مطارة شفت يوميا اقول لها يما ظهري ما ابي حل اشتغل اكو بس معاين السنقة معاين بس يعني تعالي فدوة. وهي الفطيرة كانت تروح هناك وتلقى هيئة تجمع معي عراق الوسخة تغسل بيه من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 الظهر. خلاص انا ما كذب بس خشمي طويل. اي طلعين كلتهن. ابني توك هاد كان مسوقشي مالت البيت، كنت يوميا تسأل شغلات البيت، فقبل ما يروح يقول لي يمه بس انت ترتيني ما تدري شيء ثاني، اقول له مو اذا شنو نتقابل. ومن يرجع من السواق اعطي خامة ثانية اطول من بوت الصبح. عاد بعد شيله هاي هي؟ بنت سرنجة، كنت كل ما اروح او عريس او زفة او قراية اخذها وياي، فيسألني دائما يمه ليش تاخذين وياك انتي؟ ايش تقول له وكذب علي يمه عمو شنو انا نقدرهم ونعطيهم واجب بس كذب. أنت تاخذ وياي عمود بكثر وحدة معازيم تنعجب خذتها الزفرة تاخذها منها وهم تدرب اخذ كم لفة حاطط بالجنطة. رحنا قراية بنت محمود كان الملفات كلش طيبة كلش فلافل مال يعني لفات مال فلافل والله تلوق حلقك. بس على كذب هذا شرط اسوي لك والله ما ادري. ما تنظر بها على يدك.